الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، سعادة محافظة المجاردة الأستاذ تامر بن نايف المرزوقي وفقه الله، سعادة رئيس مركز ثربان الأستاذ فيصل الفاهمي وفقه الله، باسمكم وباسم إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المجاردة، وباسم جمعية الدعوة بثربان، وباسم مشايخ وأعيان ثربان، وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، فضيلة الشيخ أحمد بن عبد الله الخيري، وبصحبه الكريم فضيلة الشيخ عايض بن مشبب القحطاني مدير إدارة الدعوة بفرع الوزارة بمنطقة عسير، بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول أهلا وسهلا بكم في ندوة بعنوان الحذر من الانتماء لغير مذهب أهل السنة والجماعة، يلقيها كل من فضيلة الشيخ عايض بن مشبب القحطاني مدير إدارة الدعوة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة عسير، وفضيلة الشيخ حسين بن حامد العيسي مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المجاردة. أهل السنة والجماعة هم الفرقة المنصورة والناجية يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أهل السنة والجماعة هم المتبعون لما قاله الله وقاله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول ابن أبي داود في حائيته عليه رحمة الله عز وجل: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. فمذهب أهل السنة والجماعة يشمل كل نواحي الحياة من باب الاعتقاد والعبادات والمعاملات وغيرها. وإن بلادنا المملكة العربية السعودية سائرة ومتمسكة بفضل الله عز وجل بمذهب أهل السنة والجماعة، ناشرة لقيم الوسطية والاعتدال. يقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ووفقه: إننا مجتمع مسلم يجمعنا الاعتصام بحبل الله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عقيدة وشريعة ومنهجا. ومبادرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز حفظه الله فتبينوا، التي تهدف إلى تعزيز قيم التسامح بين أفراد المجتمع، قاعدة ومنهج من مناهج أهل السنة والجماعة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فاحذروا يا شباب الإسلام من مخالفة منهج أهل السنة والجماعة، واسمعوا وأطيعوا لمن ولاه الله أمركم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يتفضل فضيلة الشيخ عايض بن مشبب القحطاني مدير إدارة الدعوة بمنطقة عسير يتكلم لنا عن خصائص مذهب أهل السنة والجماعة، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. وحياكم الله أيها الأحبة في هذا اللقاء وفي هذه الندوة، والذي أسأل الله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقياً ولا محروما. كما أسأله جل وعلا أن يديم علينا وعليكم نعمة الأمن والأمان وصحة المنهج وسلامة العقيدة في هذه البلاد المباركة، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن ينهج بهم كل بر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر الله جل وعلا أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على أن هيأ لنا مثل هذه اللقاءات ومثل هذه الاجتماعات، وجعلنا نتدارس هذه الموضوعات ونحن ننعم بصحة عقيدة وسلامة منهج وأمن وأمان واطمئنان ورغد عيش. فأسأل الله جل وعلا أن يديم علينا نعمته، وأن ينشر على بلاد المسلمين رحمته. كما أشكر ولاة الأمر وفقهم الله، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفقه الله وأمده بالصحة والعافية، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، وسمو أمير هذه المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال وفقه الله، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله ووفقهم جميعاً على تهيئة مثل هذه اللقاءات، وعلى دعم مثل هذه الندوات، لنتذكر ونتذاكر ما يجب علينا أن نعتقده، وما ينبغي أن نكون عليه في أمور عقيدتنا وفي صحة عبادتنا. نجتمع في بيوت الله جل وعلا ونسمع إلى قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونقرر ونستمع إلى تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، لنتذاكر ما ينبغي أن نعيش عليه وأن نعتقده وأن ننتهجه وأن نسير عليه حتى نلقى الله جل وعلا. لأننا في هذه البلاد المباركة ننعم هذه النعمة التي حرمها كثير من بلاد المسلمين، حرموا صحة العقيدة أيها الأحبة. ولكم أن تتخيلوا إذا اختلت العقيدة وفسد المنهج ماذا يكون عليه هذا الشخص؟ فإنه لا شك أن عمله حابط وأعماله مردودة، إلا أن يتغمده الله جل وعلا برحمة منه وفضل. لكن نحن في هذه البلاد المباركة ننعم بهذه النعمة التي حرمها الكثير من المسلمين. فنسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذه النعمة، وأن يوفق ولاة أمرنا جميعاً لكل خير، وأن يأخذ بأيديهم إلى كل بر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، منهج أهل السنة والجماعة هذا المنهج المبارك والمنهج العظيم الذي ينبغي أن يسير عليه كل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحتى تعلم
هذه النعمة عليك أيها الموفق أيها المبارك. تخيل أن الله جل وعلا اصطفاك من مليارات البشر على وجه هذه الكرة الأرضية وعلى وجه هذه البسيطة. من منا أيها الأحبة أتى إلى هذه الدنيا واختار اسمه أو نسبه أو لونه أو عقيدته أو ديانته أو أي أمر من أموره؟ ما أحد، إلا أن الله سبحانه وتعالى من عليك واصطفاك بأن جعلك من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أهل هذه العقيدة السليمة، ومن أهل هذه الملة المباركة. ثم أنعم الله جل وعلا عليك واصطفاك بأن جعلك من أهل السنة والجماعة، لأن هناك من يقول لا إله إلا الله وعلى الإسلام ومن أهل القبلة، لكنه خالف المنهج وخالف أصول أهل السنة والجماعة، فوقع في انحرافات ووقع في بدع، بل بعض منهم وقع في شركيات وهو يظن ويحسب أنه يحسن صنعا. لكن أنت أيها الموفق اصطفاك الله واختارك الله وأنعم الله جل وعلا عليك، فجعلك من أهل هذه العقيدة السليمة ومن أهل هذا المنهج المبارك، منهج أهل السنة والجماعة. لكن مما ينبغي أن يعلمه المسلم وأن يكون في خلده دائما أن هذا المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، له أصول وله خصائص، وفي نفس الوقت قد يقع في أمر من الأمور التي تخالف هذا المنهج وهو لا يشعر. فلذلك جاءت هذه الندوة في التحذير من الانتماء لغير مذهب أهل السنة والجماعة. فنحن نقول هذا الأمر حتى نعرف ما هو منهج أهل السنة والجماعة وما هي الأمور التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة، حتى نتبع الحق ونحذر من هذه المخالفات التي لا سمح الله تخرج بالإنسان من مسمى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وهو لا يشعر. فلذلك يجب على المسلم أن يعرف الخير ليعمل به، وأن يعرف الشر ليحذر منه، كما كان حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يفعل، فيقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر، قال: مخافة أن يدركني. فقد يقع الإنسان في الشر أو يقع في أمور محذورة وهو لا يشعر. فلذلك كان من الواجب على كل مسلم أن يجعل الاهتمام بمعرفة مذهب أهل السنة والجماعة هجره وهجيره، لأنه من الأمور المفروضة فرضاً عينياً على كل مسلم. لا بد أن يعرف حقيقة هذا المنهج، ومنهم أهل السنة ومنهم أهل الجماعة، وما هي الخصائص التي خصهم الله جل وعلا بها، وما هي الأصول التي ينطلقون منها، وما هي الثمرات التي يجنونها إذا تمسكوا بهذا المنهج واتبعوا هذا الطريق الحق الذي في كل ركعة من ركعات الصلاة ونحن نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا على الصراط الحق وثبتنا عليه ومسكنا به حتى نلقاك، لا ننحرف يمينا ولا شمالا فنضل عن هذا الصراط المستقيم. هذا هو الواجب علينا، وخصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبه وكثرت فيه الشهوات وكثر فيه أدعياء المنهج الإسلامي وهم منه بعداء كل البعد. فينبغي للمسلم أن يحذر هذه الدعوات المضللة وهذه الشعارات الزائفة وهذه الطوائف المنحلة وهذه الفرق المبتدعة حتى ينجو عند الله جل وعلا. لذلك يا أحبتي يقول ابن مسعود: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما ثم قال: هذا سبيل الله، وخط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال: وهذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم قرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل
فتفرق بكم عن سبيله. فالسبيل إلى الله واحد، والطريق واحد، والمنهج واحد، والجماعة واحدة، والراية واحدة، وولي الأمر واحد الذي له السمع والطاعة وحق الاجتماع وحق الدعوة والمناصرة في المعروف. لذلك يا أحبة جاءت هذه الندوة حتى نعرف هذا أو هذه الأمور كلها، فلعل الله جل وعلا أن يدلنا على الخير فنعمل به، وأن يجنبنا الشر فنجتنبه، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن صنعا. طيب، إذا عرف هذا فنقول يا أحبة أهل السنة والجماعة هذا مصطلح يطلق في مقابلة أهل البدع وأهل الانحرافات وأهل الأفكار الضالة والمنحلة والتي لا تدين بالإسلام أو بالسنة بأي حال من الأحوال. إذا قلنا أهل السنة والجماعة فالمراد بالسنة بمفهومها العام هي الطريقة والسيرة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما وعملا وقولا واعتقادا. فمن كان على هذا الأمر في علمه وفي عمله وفي قوله وفي اعتقاده وفي سلوكه وفي أخلاقه وفي آدابه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فهذا هو السني الذي اتبع سبيل المؤمنين وتمسك بهدي الصراط المستقيم. أما الجماعة فالمراد بهم الذين اجتمعوا على أمر ما أيا كان هذا الأمر، فهي ضد الفرقة وضد الاختلاف وضد التحزب. فإذا قلنا الجماعة فالمراد بهم الذين اجتمعوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه ونهج صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا هو مفهوم السنة والجماعة الذي نستطيع أن نحكم على الشخص ونقول هل هذا من أهل السنة أو ممن خالف أهل السنة والجماعة. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة في جميع أمورهم وفي جميع شؤونهم، سواء العلمية أو سواء العملية أو سواء في الدعوة أو سواء في النصيحة أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أي أصل من الأصول التي قررها علماء أهل السنة والجماعة. إذا كانوا على هذا النهج وعلى هذا الطريق فهم ممن ينتسبون إلى هذا المنهج الصحيح وهذا الشرف العظيم. لذلك أيها المبارك ارفع رأسك واعتز بهذا الأمر بأن شرفك الله جل وعلا وجعلك سائرا على هذا الطريق ومنتسبا لهذه الثلة المباركة وهذه الطائفة المنصورة التي نصرها الله جل وعلا وشرفها وأعزها بهذا الإسلام، فأصبح أغلى ما يملكه المسلم هو هذا الدين، فيجب أن يتمسك به وأن يعض عليه بالنواجذ كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم، تراه يخاطب الصحابة رضي الله عنهم، يقول للصحابة: من يعش منكم، من طالت به الحياة بعد موتي فسيرى اختلافا يسيرا ولا كثيرا؟ كثيرا. اختلافا في العقائد، اختلافا في المفاهيم، اختلافا في الأفكار، اختلافا في كل شيء. هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لكن عليه الصلاة والسلام تركنا على البيضاء، دلنا على العلاج وبين لنا الحجة الواضحة. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فنحن نتمسك بهذه السنة المباركة لأننا ننتمي إلى هذه الطائفة المنصورة، الطائفة التي اصطفاها الله جل وعلا واختارها. هذا مفهوم أهل السنة والجماعة، وهذا المراد بهذا المنهج وهذا الطريق الذي يجب أن يعرفه كل مسلم. طيب، ما هي الخصائص التي اختص الله جل وعلا أو ميز الله جل وعلا بها هذا المنهج؟ لا شك أيها الأحبة أنها كثيرة ومتعددة ومتنوعة، لكن من أعظم خصائص منهج أهل السنة والجماعة الوسطية والاعتدال. الوسطية والاعتدال في كل شيء، في العبادة، في السلوك، في الأخلاق،
في العقائد والمعاملات. فلذلك لو تأملت أيها المبارك منهج أهل السنة والجماعة لوجدت أنهم في كل باب من أبواب العقيدة والاعتقاد وسط بين طرفين مذمومة، بين غال وجافي، بين تفريط وإفراط. لكن الله جل وعلا اختص أهل السنة والجماعة بالوسطية والاعتدال، فهم وسط في أسماء الله وصفاته، ووسط في باب القدر، ووسط في حب الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، ووسط في أعمال العباد، ووسط في الحكم على الأفراد والأشخاص، ووسط ومعتدلين في كل شيء، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط ولا تفريط. فهذا الذي ميز منهج أهل السنة والجماعة. كذلك يا أحبة من خصائص وسمات ومميزات هذا المنهج سلامة المصدر، لأن مصدر الاعتقاد والعقيدة الصحيحة التي يستمدها المسلم يكون هذا المصدر من فين؟ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وحسبكم بهذين المصدرين فخرا وعزا وشرفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بها بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو الموفق، لكن على فهم من؟ على فهم السلف الصالح، على ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من القرون المفضلة من التابعين وتابعي التابعين. هذا الذي يجب أن نفهم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ليست على مفاهيم الخلف الذين حرفوا وبدلوا وغيروا وضاربوا بالنصوص بعضها ببعض، وأخذوا واتبعوا الأهواء في تقرير كتاب الله وكلام الله جل وعلا، وصرفوا مرادها عما يقتضيه هذا المراد، سواء كان من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلنفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على وفق السلف الصالح، لأنهما المصدران الأساسيان التي يستمد منها المسلم عقيدته ومنهجه الذي يمشي عليه. كذلك يا أحبة من خصائص هذا المنهج أنه منهج الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم. والله سبحانه وتعالى اصطفى الصحابة وفضل الصحابة، بل مدحهم في كتبه، فذكر لهم مثلا في التوراة، وذكر لهم مثلا في الإنجيل، وأثنى عليهم في القرآن، ووصف أنهم السابقون الأولون، وبين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أنه على منهجهم وعلى مذهبهم. ولذلك هل يعقل أن يثني عليهم الله جل وعلا ويختصهم بخصائص ويفضلهم على العالمين ثم يختار لهم منهجا فاسدا أو منهجا منحرفا أو طريقا ضالا؟ كلا والله، بل اختار لهم المنهج الصحيح والمذهب الذي ارتضاه الله جل وعلا. إذن فحينما تتأمل منهج أهل السنة والجماعة هو المنهج الذي سار عليه الصحابة وسارت عليه القرون المفضلة، فأنت تنتسب معهم، لأن الله جل وعلا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قال تعالى: ومن تبعهم بإحسان. فأثنى على الصحابة وأثنى على من تبعهم بإحسان، فلا نتبعهم بباطل بل بإحسان حتى نمشي على هذا المنهج. من خصائص هذا المنهج أن قدوتهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي له العصمة المطلقة، فالله جل وعلا عصم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يأخذونه قدوة عليه الصلاة والسلام في جميع شؤونه وعلى كل أحواله عليه الصلاة والسلام، لأنه المعصوم. أما أهل البدع وأهل الانحرافات فإنهم يأخذون مناهجهم ممن نصبوا أنفسهم بأنهم أدعياء للسلفية أو أدعياء لهذا المنهج وهم منه براء كل البراءة وبعيدون عنه كل البعد، لأن هناك من الناس من يدعو إلى حزبه ويدعو إلى طائفته ويدعو إلى منهجه وهو ضال
مبتدع محرف مغير لكلام الله جل وعلا. فلذلك كان المصدر عندهم الأهواء والمنامات، وأضلوا الناس وامتحنوهم بالغيبيات، بل إن بعضهم غلا في أتباعهم وفي أسيادهم فرفعوهم فوق منزلتهم، فمنهم من جعلهم أربابا من دون الله جل وعلا، ومنهم من جعل لهم عصمة مطلقة، ومنهم من جعل أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الخلق. نسأل الله العفو والعافية. لكن أنت منهجك وقدوتك النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلذلك أهل السنة والجماعة ليس لهم قدوة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء الذين أسسوا أحزابا وأسسوا جماعات وأسسوا طوائف وأصبحوا يدعون لأحزابهم وجماعاتهم وطوائفهم، فهم في حقيقة الأمر ضلال، ضلوا المسلمين وصرفوهم عن الطريق الحق وعن المنهج السوي. فلذلك حرفوا الناس عن الفطرة السليمة وحرفوا الناس عن المعتقد الصحيح، فلنحذر منهم كل الحذر ولنبتعد منهم كل البعد، ولنتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الهدي، وهو يعني الطريق السوي الواضح الذي يصل بمن سلكه إلى بر الأمان بتوفيق الله جل وعلا. كذلك أن هذا المنهج أيها الأحبة موافق للفطر السليمة. فلذلك الله عز وجل جعل الفطرة أو جعل في القلوب الفطرة السليمة، وهي توافق المنهج الحق والمذهب الصحيح. لكن أما أهل الأهواء، أهل البدع، أهل الشهوات، أهل الشبهات، مناهجهم مخالفة للفطرة السليمة، وكذلك للعاقل الصحيح الصريح. لكن العقيدة موافقة للفطرة وموافقة للعقل. كذلك من ميزاته الشمولية والثبات والاستقرار. فعقيدتنا منذ أن بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي عقيدة واضحة، لا تحريف فيها ولا تبديل عليها ولا زيادة ولا نقصان، بخلاف الأهواء والعقائد المنحرفة، فهي تتجدد كل فترة. بل أنك تأتي عند أهل البدع فتجد أن كل أصحاب طائفة من هذه الطوائف ينتسب إلى الداعي لها. فالروافض كل يدعي إلى رفضه ومنقسمون، والصوفية كذلك تفرقوا وتشتتوا لأنها ليست مستقرة وليست ثابتة، لأنها ما انطلقت من مصدر صحيح ولا قامت على أصل قوي، بل إنما قامت على الحزبية والطائفية والبدعية. فلذلك حرفت الناس وأصبحوا كل حزب بما لديهم فرحون. فمما ميز عقيدة أهل السنة والجماعة أنها ثابتة ثبوت الجبال الراسيات منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الزمان، وهي نفس العقيدة لا زيادة ولا نقصان، بخلاف العقائد الأخرى المنحرفة. فلذلك يا أحبة هذه خصائص مهمة وسمات قوية ميز الله جل وعلا بها منهج أهل السنة والجماعة، حتى تطمئن أيها السني أيها المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم وترفع رأسك. والله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المعتصمين بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا يا شيخ عاض على ما قدمتم، وجعل الله في ميزان حسناتكم. يقول ابن أبي داود عليه رحمة الله عز وجل محذرا من بعض الفرق الضالة: ولا تعتقد رأي الخوارج، إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمرح. يتكلم فضيلة الشيخ حسين بن حامد العيسي مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المجاردة عن المناهج المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وفضله أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يختم بالصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، الله جل وعلا ذم الاختلاف والتفرق في دين الله جل وعلا، ونهى عن جميع الطرق التي توصل إلى الاختلاف والتفرق، دلل على ذلك من كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فنهى الله سبحانه وتعالى عن التفرق في الدين وعن الاختلاف، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كانوا على دين واحد، وكانوا على منهج واحد، وكانوا على طريق واحد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم محذرا من الاختلاف والتفرق، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة، واحدة في الجنة و71 في النار. والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار عياذا بالله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك محذرا عن الخروج عن منهج الكتاب والسنة، وعلى المنهج الذي رسمه عليه الصلاة والسلام بوحي الله جل وعلا له، حتى لا تفترق هذه الأمة وحتى لا تختلف. توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأمة على هذا الاجتماع، ثم أتى بعده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، واستمرت الأمة على الاجتماع، ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه، والأمة لا تزال مجتمعة، وإن حصل بينهم خلاف فهو خلاف يسير، اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. واستمر الحال على ذلك في صدر خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، 6 سنوات من خلافة عثمان والأمة مجتمعة، ثم حصل بعد ذلك ما حصل، وخرجت تلك الثائرة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ونقموا عليه أمورا لا تنقم عليه رضي الله عنه وأرضاه، ثم خرجوا عليه فما زالوا في التحريض حتى قتلوه شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. ثم لم تتفق الأمة أو اختلفت الأمة بعد تلك الفتنة، وما زالت في تفرق، فأتت خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه وزاد الاختلاف والتفرق، فخرجت لنا الشيعة، شيعة علي رضي الله عنه وأرضاه، وخرجت مقابلها النواصب الذين ينصبون العداء لعلي رضي الله عنه وأرضاه وآل البيت، ثم خرجت المرجئة، ثم خرجت القدرية. هذه بداية الطوائف والبدع والجماعات التي انتشرت أو بدأت في الأمة الإسلامية، ثم ما زالت تتطور. وخرجت المعتزلة بعد ذلك، ثم الأشعرية
بفرقها المتفرقة، ثم أتى بعد ذلك التصوف وكان بدايته في سمرقند، ثم كثرت الفرق في الصوفية على مذاهب عدة وكلها مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم تركوا المنهج الذي جاء به عليه الصلاة والسلام. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي، ولا يتفرقا، أي لن يتفرق الكتاب والسنة حتى يردا علي في الحوض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما زالت أيها الكرام هذه الفرق وهذه الاختلافات في الأمة الإسلامية، وكل فرقة تبدع الأخرى، وكل فرقة تصل أحيانا إلى تكفير الأخرى، وما زالت في تطور. وقد سمعنا في كلام الشيخ وفقه الله أن الفرق البدعية في تطور في كل زمان، وأما مذهب أهل السنة والجماعة فهو ثابت على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حذيفة رضي الله عنه وأرضاه عندما حدث بذلك الحديث العظيم، عندما قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. جاهلية جهلاء، ظلم وقتل وعبادة لغير الله جل وعلا، وسلب، والقوي يأكل الضعيف، والحقوق مسلوبة. قال: فأتانا الله بهذا الخير، أي دين الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قال: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قال: وما دخنه؟ فيه شوائب غير صافي. قال: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. في خير لكن في دخن. لماذا؟ لأنهم انحرفوا عن المنهج الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فهل بعد ذلك الخير المشوق من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس، سماهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاة. وهذا الذي نراه ونسمعه اليوم في أرباب الأحزاب والجماعات والفرق، دعاة كل يدعو إلى حزبه، وكل يدعو إلى جماعته، وكل يدعو إلى فريقه، ويدعي أن حزبه أو جماعته هم الذين على الصواب وغيرهم على الخطأ. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. كم من الأتباع اليوم يا كرام، أتباع الجماعات، كم من الأتباع اليوم يتبع إمامه أو يتبع الولي كما يسمونه، أو يتبع المعمم كما هو عند الروافض اليوم، ولا يدري ماذا وراءه، فقط يستجيب له حتى يلقيه جهنم إن لم يتداركه الله جل وعلا برحمته قبل موته. ولا يخفى عليكم أيها الكرام ما في هذه الجماعات من الشرك بالله جل وعلا، لا سيما ما عند الروافض والشيعة. فالولي هو الذي، أو الإمام هو الذي يتصرف في كل شيء، جعلوا الإمام في مقام الرب جل وعلا، وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهو الذي يخلق، وهو الذي يرزق، وهو الذي يعطي، وهو الذي يمنع دون الله سبحانه وتعالى. وكذلك تماما عند بعض طوائف الصوفية، فالولي عندهم يرزق من دون الله جل وعلا، بل بعضهم يدعي أن الولي يخلق من دون الله سبحانه وتعالى.
كل ذلك أيها الكرام عندما تركوا المنهج القويم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله صفهم لنا، من هم هؤلاء؟ هل سيأتوننا من كوكب آخر؟ من هم؟ صفهم لنا، جلهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يتكلم كما نتكلم وهو معنا في مجتمعاتنا، ولكنك تعرف منه وتنكر، تعرف منه بعض الأقوال الحسنة وتنكر بعض الأقوال السيئة التي خالفت المنهج. فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله إن أدركني ذلك فماذا أصنع؟ ما هو توجيهك يا رسول الله إن أدركني ذلك الزمان، ذلك التفرق؟ قال: اجتنب تلك الفرق كلها، كل الفرق اجتنبها. وقبل ذلك قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين هم أهل السنة والجماعة وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة ماذا أصنع؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. كل ذلك أيها الكرام تحذيرا من هذه الفرق والجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. ولا يخفاكم حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله جل وعلا، ففيها النجاة. ومن اتقى الله سبحانه وتعالى تمسك بالكتاب والسنة. من اتقى الله حقا تمسك بالكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال بعدها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالشاهد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له أصحابه: كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، رأينا الاختلاف، ألا نرى الاختلاف اليوم؟ اختلاف كثير. كم هي الجماعات اليوم؟ كم هي الأحزاب؟ كم هي الفرق؟ كم هي المذاهب في الأمة الإسلامية اليوم؟ كم؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب، ما المخرج؟ ما المخرج في خضم هذه الفرق والجماعات والمذاهب؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. تمسكوا بها، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووالله يا كرام، لو أن المسلمين اليوم تمسكوا بتوجيهه عليه الصلاة والسلام ما اختلفوا وما حادوا عن طريقه عليه الصلاة والسلام، وما استمعوا لداعية فتنة وما استمعوا لداعية بدعة. ولكن لما تركوا المنهج الصحيح والتمسك بالكتاب والسنة واستمعوا لكل ناعق ولكل صاحب مذهب ولكل صاحب بدعة واستحسنوا تلك البدع، رأينا هذه المذاهب وهذه الجماعات وهذه الأحزاب، وكل واحد ينتصر لحزبه وجماعته ومذهبه على حساب أهل السنة والجماعة. وهذه الجماعات برمتها هي البوابة الأولى، ومن يقرأ التاريخ منكم يعلم هذا، هي البوابة الأولى لكل عدو للمسلمين. النكبات التي مرت في الأمة الإسلامية عن طريق من؟ في أول طريقها عن طريق أهل البدع والأهواء. استباحوا دماء المسلمين
وأعراض المسلمين بسبب أصحاب البدع والأهواء والأحزاب والجماعات. ونحن اليوم أيها الكرام في هذا الزمن تجددت الفرق والمذاهب والجماعات والبدع، ظهرت الإخوان وظهر السرورية وظهر القطبية، ومكن الإعلام من الصوفية والتصوف والأشعرية، حتى أصبح الناس ممن لا علم له أو كان علمه قليلا يظن أن هذه المذاهب هي الحقيقة وهي الصحيحة، وأن مذهب أهل السنة والجماعة فيه تشدد، فيه تنطع، وتسمعون هذا كما أسمع. لماذا؟ لأنها أبرزت هذه المذاهب البدعية، وحاول أعداء الإسلام التقليل من مذهب أهل السنة والجماعة، المذهب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحييني وإياكم على مذهب أهل السنة والجماعة وأن يميتنا على ذلك، وأسأل الله جل وعلا أن ينصر هذه الدولة التي نصرت هذا المذهب، مذهب أهل السنة والجماعة. فاذهب اليوم إلى أي بلاد من البلدان ستجد الجماعات والفرق في كل زاوية من زوايا تلك البلاد. القبور يطاف عليها، والأولياء يدعون من دون الله ويستغاث به من دون الله ويستعان به من دون الله جل وعلا، والأضرحة تملى الأماكن، ونحن ولله الحمد في هذه البلاد لا أضرحة ولا شرك، ودعوة الدولة وقيام الدولة على مذهب أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة. فنسأل الله جل وعلا يديم هذا لنا وأن يرزقنا شكر هذه النعم، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على ما قدمتم وجعله الله في ميزان حسناتكم. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ويقول الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يتكلم فضيلة الشيخ عايض بن مشبب القحطاني مدير إدارة الدعوة بفرع الوزارة بمنطقة عسير عن كيفية التمسك بمذهب أهل السنة والجماعة، فليتفضل مشكورا مأجورا. بعد أن عرفنا مذهب أهل السنة والجماعة والخصائص التي قام وميزت هذا المذهب، وكذلك عرفنا خطر التفرق والاختلاف، فلسائل يسأل: ما هي الأسباب التي تعين المسلم وتعينني أنا في أن أتمسك بهذا المنهج الحق وهذا المذهب الصحيح؟ فنقول أيها الأحبة: أول أمر ينبغي أن يفهمه المسلم حتى يتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة هو أن يفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الفهم الصحيح كما قلنا، كما فهمها الصحابة والتابعين وعلماء السنة الكبار، فقرروا وبينوا وكذلك حذروا من كل ما يخالف منهج أهل السنة والجماعة. فالحريص على نفسه ينطلق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح. الأمر الثاني أن يلزم غرز العلماء الكبار الذين عرفوا بسلامة المنهج وصحة المعتقد وسعة العلم والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. نلزم غرز هؤلاء العلماء الكبار، لأن عندهم بعد نظر ومعرفة عواقب الأمور، والعلماء يحذرون من الفتن قبل وقوعها، لأن قبل أن تقع الفتن يعرفها العالم ببصيرة الشرع ونور الدين وقوة العلم، لكن إذا ذهبت الفتنة
عرفها العالم والجاهل، فنلزم غرزهم، لأنهم حذروا وبينوا ونصحوا وألفوا وكتبوا وخطبوا. كل هذا نصح للمسلمين في بيان المنهج الحق والتحذير من ما يضاده ويخالفه. فنلزمهم في المساجد في القنوات المشروعة المعروفة، ونحذر كل الحذر ممن يدعي أنه عالم أو داعية أو طالب علم ومنهجه مخالف لمنهج السنة والجماعة. لذلك تجدهم في الزوايا والخبايا، تجدهم لا يظهرون في مساجد المسلمين ولا يعلنون هذا الأمر على مرأى ومسمع المسلمين، لا، يتخفون في استراحات، يتخفون في بيوت، يتخفون في أماكن مهجورة، لأنهم يعلمون أنهم على باطل وأنهم ليسوا على حق. ولذلك ما أجمل كلمة ابن مسعود رضي الله عنه: واجعلوها منهجا أيها الأحبة. قال: إذا رأيت القوم يتسارون في الدين فاعلم أنما يأسسون بدعة. لأن ديننا واضح، عقيدتنا صافية. فهذا الذي يتدسس ويتخطى معه الشباب والصغار ومن لا علم له، تجده يعلم أنه إذا افتضح أمام الدولة والجهات الأمنية أنه سوف يحاسب ويتعرض للجزاء، لكن الله عز وجل لهم بالمرصاد ثم يقظة رجال الأمن وهذه الدولة المباركة. إذن نلزم غرز علمائنا الكبار الذين شابت لحاهم في العلم والتعليم والدعوة وبيان الحق وبيان الباطل، فهؤلاء والله إنهم كالأب الحاني للأمة. نقرأ كتبهم، نسمع محاضراتهم، نطلب العلم على أيديهم، فهؤلاء بإذن الله عز وجل في لزومهم تمسك بمنهج السنة والجماعة. كذلك السبب الثالث أن نلتف حول ولاة أمرنا وقادة هذه البلاد المباركة. ولذلك الآن العالم على صفيح ساخن من فتن، من كوارث، من حروب، من أمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وهذه البلاد وين أيها الأحبة؟ بفضل الله ومنه فوق، بفضل تمسكها بهذا المنهج وعقيدة السنة الجماعة وتوفيق الله أولا وآخرا لولاة أمرها. فنتمسك بقيادتنا وندعو لهم ونحبهم وندافع عنهم، ولا نسمع الدعوات المغرضة والأفكار المضللة الذين يريدون أن يضربوا اللحمة الوطنية بين الراعي والرعية. فنفوت الفرصة على هؤلاء الأعداء والناعقين الذين ملأوا الدنيا ضجيجا في وسائل التواصل وفي الإعلام وفي كل مكان، لكن بفضل الله جل وعلا ثم بوعي المواطنين ومعرفة الأحداث وما دار حولنا في الشرق والغرب أننا فوتنا فرصة عليهم. لكن ينبغي أن نلتف حول قادتنا ولاة أمرنا، فعندهم بعد نظر وعندهم معرفة بالأمور وعندهم معرفة بما يحدث في الداخل والخارج، فقادوا بفضل الله جل وعلا هذه الدولة بكل حكمة وبكل بصيرة وبكل اقتدار، فنجانا الله جل وعلا من كوارث عصفت بدول وعصفت ببلدان. لكن نحمد الله عز وجل مرت من أمامنا ومن خلفنا ولم تتعرض هذه الدولة لأذى. لذلك نلزم طاعتهم ونصدر عن توجيهاتهم وعن تعليماتهم ونضع أيدينا في أيديهم حتى لا نتعرض للفتن والكوارث التي مرت على غيرنا. كذلك يا أحبة ينبغي علينا ويجب أن نربي من تحت أيدينا، لأنه مساكين، بعضهم صغار، بعضهم ما يفهم ما يعلم ولا يدري ما الذي يجري حوله. لكن أنت أيها الأب أيها المعلم بين لهم خطر هذه الدعوات المضللة، وبين لهم أهمية تمسك منهج أهل السنة والجماعة، وأنه لا دين إلا ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بين لهم فضل العلم والتعلم، بين لهم فضل العبادة، بين لهم فضل التمسك بالدين حتى ينشأوا التنشئة الصحيحة، لا ينجرفون لأصحاب الشهوات ولا أصحاب الشبهات.
لأن كل هذه سبل، وعلى كل شيطان أو كل سبيل شيطان يدعو إليه. فإذا تركناهم ما بيناه لهم ولا علمناهم ولا فهمناهم ولا جلسنا معهم ولا عرفنا ايش عندهم ولا من يمشون معه ولا من يتابعون في وسائل تواصلهم وحساباتهم، فقد يأتي يوم لا سمح الله ويقع الفاصل على الرأس، ويندم الواحد أن فرط في تربية أولاده وأبنائه. اعرف مع من يمشون، مع من يذهبون، أفكارهم هذه ناقشهم، بين لهم. قد يكون عند الواحد خلل ما يشعر، كن قريب منهم، انزل لمستواهم حتى لا تخسرهم لا سمح الله في يوم من الأيام. كذلك يا أحبة من الوسائل التي تعين بإذن الله عز وجل على التمسك بهذا المنهج كثرة العبادة، خصوصا في زمن الفتن. ولذلك جاء عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: يا رسول الله ما النجاة؟ إذا اختلطت الأمور واختلط الحابل بالنابل ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك، لا تخض فيما ليس لك به علم، تبين من كل شيء. لأن كما قلت لكم العالم الآن الفضاء مفتوح، ما يحدث في شرق الأرض يصل لغربها في أقل من جزء من الثانية. لكن أنت يا مسلم يا متبع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم اعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة التثبت في تلقي الأخبار وفي روايتها، فلا تتلقى إلا حقا ولا تنقل إلا صدقا. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، يعني ما لك شغل في الناس فيما يحدث في كوارث الناس وحروب الناس، ليست لك، ليست لأحد الناس، لا، لها علماء كبار، لها قادة، لها ولاة أمر يعرفون عواقبها. فأنت امسك عليك لسانك وليسعك بيتك، اهتم ببيتك وأسرتك، وهذه بإذن الله عز وجل أنها لك نجاة. كذلك من أعظم الأمور أن يدعو الله الإنسان دائما وأبدا: ألح على الله بأن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه، وأن يريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه. كم من إنسان يا أحبة تلبست عليه الأمور وأصبح بين مفترق طرق ما يدري أيهما يسلك، فأنت الجأ إلى الله وتبرأ من حولك وتبرأ من قوتك وتبرأ من طولك، واعلم أنه لا علم لك إلا ما علمك الله عز وجل، ولا توفيق لك إلا ما وفقك الله جل وعلا إليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن من باب أولى يدعو الإنسان دائما وأبدا أن يريه الله جل وعلا الحق حق ويرزقه اتباعه، وأن يثبته على الدين. فبإذن الله جل وعلا هذه من أعظم الأمور التي إذا تمسكنا بها فإننا سوف نكون على منهج أهل السنة والجماعة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله عز وجل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يصبح في قلبه زيغ فيهلك. يتكلم فضيلة الشيخ حسين بن حامد العيسي مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة المجاردة عن الحذر من أسباب الانحراف عن مذهب أهل السنة والجماعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من أجل الوقت يا كرام سأسرد عليكم سردا الأسباب التي أدت بانحراف تلك الجماعات وتلك الفرق عن مذهب أهل السنة والجماعة لنحذرها. أول سبب من هذه الأسباب عدم التمسك بالكتاب والسنة. يقول الله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالتمسك بالكتاب والسنة نجاة من كل بدعة ومن كل داع لبدعة أو حزب. كذلك أيها الكرام الإعراض عن تعلم السنة النبوية، الإعراض عن تعلم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أمرنا الله جل وعلا بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
فتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعصم الإنسان من الانحراف إلى هذه المناهج وهذه البدع. كذلك عدم الاعتصام بالله جل وعلا والإعراض عن عبادته وترك سؤاله الهداية، كل ذلك أيها الكرام من أسباب الانحراف. قال الله جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله جل وعلا هداية إلى مذهب أهل السنة والجماعة. كذلك ترك تحقيق التوحيد وعدم الإيمان والإخلاص والوقوع في الشرك والرياء، وهذا هو سبب كثير من الجماعات التي نراها اليوم في البلدان الإسلامية التي من حولنا، عندما فرطوا في التوحيد وأسرفوا في الشرك ظهرت هذه الجماعات. قال الله جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. كذلك عدم الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة، الفهم الصحيح بفهم السلف الصالح، فهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بفهم الخلف. اليوم يأتي يا كرام لا سيما خوارج العصر في هذا الزمن من يفسر القرآن بكيفه، يفسر القرآن كما يرى. لذلك استحلوا قتل الآباء والإخوة وقتل المسلمين في المساجد، لأنهم فسروا الآيات بأهوائهم لا بتفسير السلف الصالح الذين هم على مذهب أهل السنة والجماعة. كذلك أيها الكرام من الأسباب الاعتماد على أحاديث موضوعة وضعيفة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا واضح في كثير من الجماعات لا سيما عند الروافض الشيعة وعند الصوفية، تجدهم يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ويقيمون عليها دينا، ويتعبدون الله جل وعلا بهذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو المكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتركوا الأحاديث الصحيحة التي لا شك فيها ولا ريب فيها، وتمسكوا بهذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اتباع الظن والهوى. قال الله سبحانه وتعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. كذلك التكلف والتنطع والغلو والتشدد في دين الله جل وعلا، وهذا الذي حاد ببعض شباب المسلمين اليوم، التشدد الزايد. وتسمعون اليوم في هذه الوسائل الحديثة في التوك توك وغيره الشباب الذي تركوا البلاد، تركوا الأمن والأمان ورغد العيش وتركوا المنهج الصحيح، تركوا بلاد التوحيد وذهبوا إلى بلاد الكفر، ثم يقول ذهبت وخرجت نصرة لدين الله جل وعلا. أي نصرة هذه؟ تترك بلد التوحيد وتترك بلد السنة وتذهب إلى بلد الكفر والخنا وتقول ذهبت خرجت نصرة لدين الله جل وعلا. هذا اختلال في المفاهيم. وعندما تنطع وزاد وتشدد في دين الله جل وعلا. كذلك الظلم والبغي، هذا من الأسباب التي تسببت في انحراف تلك الفرق. أخيرا أيها الكرام، طاعة المنافقين والكفار، وهذا اللي نراه من بعض شبابنا اليوم، لا سيما هذا المنهج الحديث الذي حدث في الأمة الإسلامية وهو الإلحاد. نسأل الله جل وعلا أن يقي شبابنا وفتياتنا من هذا المنهج الخطير. أصبحوا يشككون في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحوا يشككون في ثوابت الدين. نشأوا في بيت مسلم من أب مسلم موحد وأم مسلمة موحدة، ومع ذلك تجد يشكك في الدين، يشكك في ثوابت الدين، ويتعالى على دين الله وعلى نصوص الكتاب والسنة، وهذا خطر عظيم على أبنائنا. فلننتبه كما سمعنا في كلام فضيلة الشيخ قبل قليل، ننتبه على أبنائنا وبناتنا. فالزمن يا كرام تغير، إن لم نكن نحتوي أبناءنا وبناتنا سيحتويهم الآخرون، ثم يصبحون أداة في أيدي أولئك الأعداء يسيرونهم كيف شاء. وأسأل الله جل وعلا أن يهدينا سبل السلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق، وأسأله جل وعلا أن يرد ضال المسلمين إلى الحق وإلى مذهب أهل السنة والجماعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأن يديم عنا هذه النعم وأن يرزقنا شكرها، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ حسين على ما قدمتم، وجعلها في ميزان حسناتكم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل بعد أن بين بعض مسائل الاعتقاد ومنهج أهل السنة والجماعة فيها، قال عليه رحمة الله عز وجل: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل: السعودية أفضل دولة سلفية من 1000 سنة، لا يوجد دولة بعد القرون المفضلة نشرت التوحيد والعقيدة السلفية أفضل من السعودية. السعودية بلاد الحرمين ومأزر التوحيد ومنطلق الدعوة السلفية. يقول عليه رحمة الله عز وجل: العداء للدولة السعودية عداء للتوحيد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. شكر الله لوزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في معالي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، كما الشكر موصولا لفرع الوزارة بمنطقة أبها على موافقتهم في إقامة هذه الندوة، جزاهم الله خيرا. كذلك الشكر للشيخين الفاضلين الشيخ عاد مشبب القحطاني وفضيلة الشيخ حسين بن حامد العيسي، وكما الشكر كذلك موصولا لمحافظة المجاردة على تشريفه لنا لهذه الندوة، كذلك لرئيس المركز الشكر، وكذلك أنتم يا من حضرتم، شكر الله لكم وبيض الله وجوهكم. والشكر كذلك لجمعية الدعوة بثربان، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.